في الفترة بتاعت 2018 و2019 الزمالك كان بيعمل صفقات جامدة، دي الفترة اللي اتعاقدوا فيها مع بن شرقي وساسي وكذا اسم كمان تقيل، واللي ادوا بعد كده لوصول الزمالك لنهائي القرن في 2020. لكن في وسط الاسامي القوية دي الزمالك راح في يناير 2019 تعاقد مع المهاجم المغربي خالد بوطيب في صفقة وصلت وقتها ل1.5 مليون دولار، وطبعا طلع في الكليتش. يبقى كله في كليتش كلش كان. يمكن الغريب في موضوع خالد بوطيب ان اي انتقال ليه قبل الزمالك كان انتقال مجاني، يعني عقده بيخلص مع فرقه وبيروح لفريق تاني، والزمالك كان هو النادي الوحيد اللي دفع فيه فلوس. المهم ان الراجل جه في يناير 2019 وقعد مع الزمالك لمده سنه لحد يناير 2020، وفي الفتره دي لعب 24 لقاء ما سجلش غير 5 اهداف بس، وطبعا كانت بتتوجه له انتقادات كبيره جدا من الجمهور، ويعني يا ريته حتى اكتفى بكده بس. في الاخر فسخ عقده وراح رفع قضيه على الزمالك عشان ما خدش مستحقاته، وفي الاخر الفيفا حكمت له مبلغ كبير على حد ما قريت وصل ل 2 مليون يورو، يعني بسم الله ما شاء الله كان خراب على نادي الزمالك من كل ناحيه.